تسلم بالله. تاخد ايه؟ كرتونة ايه؟ كرتونة اللوند. ليه؟ اللوند. اللوند. ثانية واحدة. كرتونة يابا. هاتوا الواد ده. خد يلا. فيها يا باشا، فيها يا باشا، في ايه؟ الكرتونه دي فيها ايه؟ الكرتونة دي فيها ايه؟ استهبل يلا. افتح الكرتونه. يا باشا عوق. ايه ده؟ ايه ده؟ انت هتستهبل؟ يا باشا اقول لك فيها لؤلؤ. ده اكل بايظ يا باشا، اكل بايظ. زباله زباله يا باشا، زباله. بلاغ كاذب. بلاغ كاذب. الكرتونه دي بتاعت لمبات الحي اللي استلمتها من يومين. هي بتاعت لمبات الحي سلمتها من يومين يا باشا. هو البلاغ عشان الكرتونه. انت هتستهبل يلا. يلا بينا. ماله ده يا عبد الله؟ ايه يا صباح؟ في يا عبد الله مالك مستربع كده؟ لمك فيها حاجه؟ امي زي الفل. امال ايه اللي انت شايله ده؟ ده دواء لامي. كل ده دواء لامك؟ عشان تعرفي الغلب اللي انا عايش فيه. تصبح على خير يا صباح. انت من اهل. اما وماما يا ماما يا ماما يا ام الحنان يا ماما وماما. ايه في ايه يا واد؟ اتجننت؟ بقول لك ايه؟ فين الكرتونه اللي كانت في عشه الفراخ؟ راحت فين؟ عندك بره في السطوح فيها اكل الفراخ وشويه طبيخ باين. احلى اكل حمضان. ايه يا واد انت جرالك ايه الوقت؟ بقول لك ايه؟ اللي جوه الكرتونه بقى راح فين؟ راح في البيت صباح، فضت اللي فيها تحت السرير وحطت فيها اكل الفراخ وخدتها بره. جدع يا بنت يا صباح، جدع. اهم. ايه ده؟ هم دول بقى اللي كنت رايح فيهم في داهيه. ايه دول يا واد؟ دي عهده في الشغل كده سلكتها انا الواد نبيل عشان نطلع بقرشين يعني. يا نهارك اسود، انت بتاكل امك حرام؟ هم والله العظيم ما اكلتك منهم اي حاجه، وبعدين ما تلاقيش دي فلوس حكومه. ولما هي فلوس حكومه بتمد ايدك عليها ليه؟ هم اهدي، هم سرقه الحكومه لا حرام ولا عيب. انت لو شفت السرقه اللي بتحصل شعرك هيشيب. شعري هيشيب اكتر من كده؟ لا يا حبيبي، اللي يسرق الفرخه زي اللي يسرق الجمل. ابوك الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه، كانش بياخد غير 200 جنيه، عمره ما دخل عليا قرش حرام. اروح احج وارفع ايدي لربنا اقول له ايه؟ اقول له ابني حرامي. خلاص يا اما خلاص بقى، في ايه؟ وبعدين دي غلطه وراحت لحالها. راحت لحالها يعني ايه؟ يا اما اللي يعتمد على المرتب بتاع وظيفته دي يشحت. اخرس يا واطي يا حرامي، اخرس قوم امشي من وشي. هولع في نفسي. يا اما هتفتحي لنا يا اما وطي صوتك شويه يا اما. اطلع امشي بره من وشي. خلاص يا امشي اما يا قوم مني واطي. يا امشي يا حرامي. خد هنا يا واد، لم الوساخه دي. روح بقى استحمى ولا اتوضى وصلي لك ركعتين يمكن ربنا يتوب عليك. امشي. خلاص يا اما خلاص اهدي. امشي يا حرامي. يا رب يا رب لاجل حبيبك النبي عاقبه يا رب وحاسبه في الدنيا زي ما انت عايز، بس ما تاخدنيش بذنبه، انا ماليش ذنب يا رب. اعمل ايه؟ انت رحمن، ارحمه وحاسبه وسامحه، ده مهما كان ابني انت اللي اديتهولي يا رب. معتصمون 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 معتصمون. صلاح باشا نورت. ازيك يا محمد؟ ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ رابع مرفعات نزلت اهي. اخيرا؟ ده انا دايخ عليها. بكام؟ اهو بص يا عم بكام؟ لو الباشا عرف ان انا خدت منك فلوس هيوديني ب 60 ده. لا حول ولا قوه الا بكام؟ بكام يا محمد؟ لا يبقى المره الجايه لما حضرتك تشوفه يبقى حاسبه. عامة تشكر. الف شكر يا باشا. سلام يا احمد. سلام يا باشا. ابو الصلح يا حوده. يا ريس، اخبارك ايه؟ تمام. صلاح زميلنا في الليسانس. اهلا بيكي. صلاح ده موس في المذاكره. لا موس ايه ولا موس ولا حاجه، ربنا يستر السنه دي. ما بشوفكش المحاضرات الاخيره دي ليه؟ مش فاضي والله. يبقى اديني تليفونك اكلمك. ما انا ادولك 100 مره. معلش دوري كام مره. حاضر هرن عليك بس تسجله. اكيد. يلا سلام. ملزمه المرافعات نزلت. جبتها. ماشي. سلام يا ريس. مع السلامه. معتصمون 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 معتصمون.
في الكليه. انا حره ومحدش هيمنعني من حاجه. يعني ايه يا بنت انت حره؟ ايه مالك انت؟ وما لما تتحبسي وتروحي في 60 داهيه، مالك انت ولا يحتسب يحتسب؟ كلمه واحده اقولها لك قدام امك، مفيش مروح الكليه طول ما في اعتصام، ولو عرفت انت رحت في مظاهره او مشيت في اعتصام وربنا ورحمه ابويا هكون ضربك بالنار. ماشي ماشي يا اخويا، بقول لك ايه، تحب اعمل لك لقمه كده تاكلها؟ لقمه ايه بس ياما؟ انا سايب شغلي وسايب الاسم يضرب يقلب عشان لهاني. عاجبك كده؟ معلش اخوك الكبير ولازم تسمعي كلامه. ما هو من ساعه ما دخل الشرطه مفيش على لسانه غير اضربك بالنار اضربك بالنار، ولا ده عشان مسك مسدس؟ يا بنتي ده كلام، هو انت هتهوني عليه؟ ادخلي ربنا يهديكي، غيري هدومك يلا. السلام عليكم. ايه يا صاحبي الدلقه السودا اللي انت دلقهاني دي؟ فين اكسير الصداع؟ راسي هتطير مني. جبور يا حبيبي، الحنية عليا، وخدي بقى وامسك نفسك. ابو 50 دخل جدول بقى ب70 يا حبيبي. شغال شغال يا عم الحنين، حنن قلبه علينا يا رب. الله الله الله، انت بتدعي له ولا بتدعي عليا؟ بقول لك ايه، الواد تامر جاي يدور وانصراف. دي راحت الاستراحه. صباح الخير يا استاذ. صباح النور يا معلم. السلام عليكم يا دكتور. ايه الحكايه؟ جاي مبدر يعني النهارده؟ ايه اخبار الكليه ايه؟ لا ما انا ما رحتش الكليه. ما تفهمني، دي كليه صيدله ولا معهد فن صناعي يا اخويا؟ يا بابا انا قلت اعدي اقعد معاك شويه، انا بقالي مده ما شفتكش وهو بالمره اريحك. يا اخي انا مش تعبان، استفيد انت باليوم ده واقعد ذاكر. ما تخافش يا دكتور، انا هشتغل عندك ببلاش. خلاص انت حر. اجرد الباترينا دي كلها واعملها لي الفابيتيكال، والنواقص اعملها لي في كاش واعمل بيهم طلبيه. ماشي يا دكتور. ايه البلوه اللي انا فيها؟ ايه اللي جابك انت رخرة؟ حبي في حاجه؟ ولا حاجه يا راجل، كنت زهقانه شويه فقلت البس واتشيك واجي لك نخرج نتغدى بره. بس انا يعني ما اقدرش اسيب الصيدليه لوحدها. لوحدها ده ايه؟ ما انا شايفه تامر جوه اهو. وماله، بس برضه يعني كنت بقول يعني هروح اتغدى كده في مكان عام بالهدوم دي يعني. مالها الهدوم؟ عسل الهدوم يا عطعوط. يلا بقى، احنا بقالنا كتير ما اتغديناش بره. امرني يا جميل. ثانيه. يا اختي والنعمه عسل. معلم جابر. نعم. بقول لك ايه؟ ايدك. ايه ده؟ معقول انت اللي جايبه بنفسك يا دكتور؟ وليك عندي هديه، علبه بحالها، بس عايز اميل عليك في حاجه. امرني. 500 جنيه بس يبقى اسحب بيهم طول الشهر على مزاجي. تحت امرك يا دكتور، يا حلاوتك يا دكتور يا حلو. طب انت هتفضحنا، والله هتفضحنا. ولا سردينه يا معلم. اخطف رجلك للبيت وقول لهم المعلم جاي بدري. تامر تامر. ايوه يا بابا. بقول لك ايه؟ نعم. انا واصل مشوار صغير مع قابلتك ناهد وجاي على طول. خد بالك من الزخانه، لو حد ضايقك ابعت لعمك جبر. ماشي يا بابا ما تقلقش. اخويا هو حد هياكله؟ بس انا ما بحبش اسيبه في الزخانه لوحده ابدا. يستسلم، ما هو زي القرد اهو. بس يا اخويا واقفين ازاي؟ يا اختي ما توسعي شويه من الشارع، مش عارفين نعدي، ما تطلع بالعربيه عارف لنا الشارع، مش معقول ايه القرف ده؟ ايه يا دكتور؟ ما تقول لي الهانم الناس بتاخد ميه عشان تشرب وتاكل، مش عشان تركب عربيات. بص الحقد. خلاص خلاص يا ناهد، خلاص يا حفظي. يا دكتور اطلع بالعربيه شويه كده واركن، معلش ما فيهاش حاجه يعني. عينينا يا دكتور. وابعت لي جيركن ميه للزخانه، وانا لما ارجع هبقى حاسبك. احلى ميه معقمه للدكتور عشان خاطرك انت بس. ما تحرمش منك يا حبيبي. يا اختي اوعي انت كمان. اثبت هنا بقى، ارجع تاني بقى يا عم، خلاص ماشي. وادي يا دي حرايه.
يوم انابيب ويوم ميه. روح يابا وانا هشيل لك جيركن لحد البيت. يبقى خليهم 200 علشان خاطر استحمى. يابا دي ميه شرب نظيفه، استحمى بميه الحنفيه. عايز استحمى بميه مجاري، مش كفايه بنشربها بقالنا 6 اشهر. ما كل الحاره بتعمل كده يابا. هو انت تسرق مش نافع، تتوب ما انتش نافع. ايه؟ لسانك طويل على طول. خلاص روح يابا وانا هجيب لك 3 جراكن. هي انت خايفه تختفيش. بقول لك ايه؟ في 3 جراكن ابعتهم لابويا البيت. ال3 دول عندك يا معلم. يا عم اكتبهم خسائر وخلاص. السيلة ساعة كلام. اسمه ايه ده الواد اللي كان معاك؟ علي سعيد احمد يا باشا. اسمه ايه؟ علي سعيد احمد يا باشا. طب ما انت حافظ اهو، ما بتستقبل ليه؟ ازيك يا ابو صلاح؟ ايه يا يوسف؟ ازيك يا عم محجوب؟ كنت فين يا ابني؟ في المحكمة. ايه الاخبار؟ البت منى خدت سنة. سنة؟ حمارة، خدت سنة عشان نص فرش حشيش مقطع. سنة؟ هو ده. استني هنا رايحه فين؟ ايه؟ يا خرجتي، ده مطعم شكله غالي قوي. بس شيك قوي. واحنا هناكل بشياكته؟ الله، ما تيجي نشوف لنا مطعم تاني يا حبيبتي. عطيه علشان خاطري، المكان ده حلو قوي ومش غالي. يعني ايه بكام يعني تقريبا كده؟ يا هيخش له في 400 500 جنيه بالكتير. ده غير السلطات وغير الحاجات الساقعه. يا حبيبتي تعالي نشوف لنا مطعم تاني. عشان خاطري يا عطيه، انا ليا ذكريات حلوه قوي هنا. ذكريات ايه بس يا حبيبتي اللي تغرمنا المبلغ ده كله؟ الله، انت بتغير عليا يا عطعطي. طبعا يا حبيبتي بغير عليكي، وانا مستعد كمان اخد لك 50 60 صوره على الباب هنا بالموبايل بتاعي وتعلقيهم في اوضتك زي ما انت عايزه. اخصى عليك، اخصى عليك بجد يا عطيه. مستخسر فين انك تعزمني على الغدا في المكان ده؟ لا يا حبيبتي مش مستخسر فيك ولا حاجه. خلاص يا حبيبتي اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي، نعيش مع ذكرياتك شويه. هنعمل ايه؟ حبيبي يا عطعطي. حطيت لك الغيرات في الشنطة. على ايه بس؟ ده هو كلها اسبوع. يا اخويا تروح وترجع بألف سلامة. مش عايزه حاجه وانا راجع بيه. وعاوز ايه؟ هما شوية المش والجبنة البيضة و5 كيلو زبدة، وما تنساش العيش الشمسي، ولو لقيت ملوحة هات، ما لقيتش ملوحة ابقى هات فسيخ. خلاص خلاص يا سعدية، خلاص. هو انا هشيل ايه ولا ايه يا بنت؟ ده انا لسه ما قلتلكش على البلد. لا ما تقوليش يا اختي. يلا سلام. البنت نادية كانت عايزه حلم. بخاطرها اجيب لها زي بعض ولو انها ما تستاهلش. وبقول لك ايه، ما تجيب لنا كمان شوية حلة، خلينا نصبغ شعرك. لا يا اختي انت حلوه كده من غير حاجه. يلا سعيد، اشوفك بخير. سعيدة، تروح وترجع بألف سلامة. خلي بالك من نفسك. يلا سلام. الرب رحيم. ايه رأيك بقى في الأكل؟ في الحقيقه اكله حلوه قوي. بس ربنا يستر ويجيب الحوائب سليمه ويكمل اليوم لاخر النهار على خير. هو تقريبا يعني تعمل كام الاكله دي؟ مش معقول يا عطية، لازم نستمتع بالحياة مش كده. والله يا نهوتي انا ما عندي حاجه يعني. انا كل اللي انا خايف عليه يعني الواد تامر، يعني مش عايزه يجي الاجزخانه. مش فاهماك، منين بتدخلوا كلية الصيدلة ومنين بتبعدوا عنها؟ اصل الاجزخانه في حاره وما بتكسبش، واهل الحاره ناس وحشين قوي. اهو بيتعلم، ولغاية لما ربنا يفتحها في وشك وتبقى تفتح له صيدلية في حتة احسن. من الحق مش شايف الحبوب اللي انت بتاخدها؟ قال لي ما انا عارفة. طب وهو ماله؟
ايه اللي مضايقه قوي كده؟ وهي فيها ايه الحبوب دي؟ يا ريس هات لنا الشيك، خلينا نقوم نمشي. انا هدى يا حبيبتي، الحبوب دي زي عملية حبوب منع الحمل بتاعتكم، بس دي حبوب تعجيل الحمل بتاعتنا احنا بقى. والواد تامر ده واد موسوس، هو خايف يعني لحسن احنا نخلف ونجيب له اخ يشاركه في الميراث ويدخله الجيش. كام؟ مش وحش، 60 جنيه. لا يا فندم 600 جنيه، ده في صفر اهو. ايوه في صفر اهو يا عطيه. عميت انا، ها؟ لا مؤاخذة معلش يا حبيبي. 600 صح. بتعالى لي بعد شوية. بقول لك ايه، ما تجيبنيش هنا تاني مرة، فاهمة ازاي؟ وكل واحد بقى يروح ياكل حسب ذكرياته. خلاص احسن. يا ساتر يا رب، عيشه تقرف زي ما تكون كل يوم بتجيبني في مكان زي ده. اوف. دلوقتي بقت عيشة تقرف. ايوه. ما كانت من 5 دقايق بس، عش الذكريات. ساتر يا رب. بالراحه على الجهاز. ماشي. بس 2000 جنيه كتير قوي يا جابر. بس انا جايب لك احسن حاجه في السوق، اصبر عليا كده اما اجمع لك الجهاز وتشوف سرعته هتدعي لي. ماشي. بقول لك ايه؟ لو قابلت ابويا على الطريق قول له ان احنا جبناه قسط، لا يولع فينا. لا ما تقلقش، وبالقسط المريح كمان. ماشي يلا. وش ابويا نايم. يا وش ها؟ اوكي. تعال يا جابر، تعال. حطه فين؟ حط كده. بالراحة على الجهاز، بالراحة. ايوه. بس كده بقى جنب الفيشه والتليفون. يلا بسم الله. تمام بقى انا كده يا فريند، اجي لك بكره واجمع لك الجهاز كله. بكره ده ايه؟ احنا مش ناقصنا حاجه. ما انا تعبان من كتر اللف طول النهار، خليها بكره. لا يا جابر كده انا ازعل. بص يا جابر انا محتاج النت ده ضروري. اصل الوسط عبد الله طالب مني وصله بقاله شويه ايام، وانا بصراحه كده موعده. ماشي يا جابر، هستناك بكره. ماشي. يا كريم. روق. يابا انت صحيت؟ ازيك يا عم مبارك؟ اهلا يا جابر. ايه خير في ايه؟ لا احنا جايبين حته جهاز كده بالتقسيط لكريم يعني، فهمتني، انما في الجول. جهاز ايه ده؟ طب يا جابر هستناك بكره. ها؟ سلام مش بكره. الف سلامه يا اخويا. جهاز ايه ده ولا؟ ابدا يابا، ده جهاز كمبيوتر كده عشان الم الواد عادل من الشارع. تلم الواد عادل ولا تلم نفسك انت؟ وبكام الجهاز ان شاء الله؟ بالقسط المريح 10 جنيه في الشهر. وتقديمته كام؟ 400 جنيه. ها؟ 400 جنيه؟ بس ما ده كلام. تدفع 400 جنيه من الشغلانه علشان تقعد تلعب على الزفت ده؟ يابا مش لعب. امال ايه؟ يكش هياكلنا ولا يشربنا الكمبيوتر ده؟ يابا انت مش فاهم حاجه. ومش عايز افهم. ال 400 جنيه دول هتخصم من قبضك وتقعد تحاسبني. ماشي يابا نتحاسب. 400 جنيه، احنا مش كنا اولى بال 400 جنيه دول في شغلنا؟ انت خيبه في هبلك. روح اعمل لي كوبايه شاي ادفعها. حاضر يابا. كمبيوتر. ايه ده؟ الله اكبر.
مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. يا سلام، الراجل ده كان صوته جامد جدا يا جدع. لو كان غنى على فكره كان قعد ناس كتير قوي في بيوتها. ده كان عليه عرب فظيعه. انت عارف انا كنت بقلد الراجل ده وانا صغير لدرجه ان ابويا كان بيفرح قوي ويسيبني اغني لاصحابه. وانت ابوك كان موافق انك تغني وانت عيل وما كبرت رفض؟ عشان كانت اغاني ديني. وبعدين انا كنت اغني فين يعني، ولا كنت اغني ايه، ولا اسمع اغاني فين اصلا؟ انا ما كنتش بتفرج حتى على تلفزيون ولا بسمع راديو ولا كان بيخليني نعمل اي حاجه. امال ودنك دي بقى لقطت غنى منين؟ من الحاره. كان اول ما ينزل يروح الجامع كنت اتسحب واجري واخرج من البيت وننزل على الحاره، عارف زي المسجون كده اللي لقى اسفلت قام نازل بايس وقال الحمد لله. كنت انزل واقوم رايح عند اي محل ولا اي حد مشغل راديو كاسيت اي حاجه واقعد اسمع. بس انت عارف بعد ما اشتغلت في الاستوديو اللي انت شغلتني فيه ده وبقيت اسمع الاغاني اللي بيعملوها حسيت ان ابويا كان عنده حق. يا عم ده سوق على كل لون يا باشا. بقول لك ايه؟ ايه؟ فاكر الاغنيه اليتيمه اللي انا وانت عملناها؟ طبعا. طب ما هتفكرني بيها كده، ما تقول الدخله. وربنا المعبود اجمل من البيض والسود، يا مملا يا سمرة ملفوف على احلى عود، وربنا المعبود عيال يا عيال قوم يا ضنايا عشان تاكل. قوم يا حبيبي جايبه لكم اكل، يلا قوم. اقعدوا يلا عشان تاكلوا. امسك. خدي يلا كلوا بالهنا والشفا يلا. فتحي فتحي قوم يا اخويا كلك لقمه. جبت الفلوس منين يا سلام؟ بعت الدبلة ملهاش عازة عندي بقى. يلا قوم. معلش بكره هتتعوض، والجمعه الجايه هقبض المعاش اهو يسد برضه. يا اخويا ما تشيلش همنا، هنقضيها بالطول ولا بالعرض لغايه اما ربنا يأذن لنا بالفرج. قوم كل بقى يلا قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا سلام. ايه ده يا فتحي؟ ده جواب من الشركه. فيها اخبار جديده؟ الشركه رفضت تديني تعويض. رفضوا ليه؟ اي حد بيحصل له نصيبه في شغله بيدوله تعويض، اشمعنى انت؟ حسبوها اهمال مني. ولا هما باعتين لك ليه؟ محامي الشركه محامي كبير بعت لي هيدوني 5000 جنيه تعويض واتنازل عن القضيه. وهتعمل ايه؟ مش هتنازل عن القضيه ابدا، هفضل وراها يمكن نكسبها باذن الله. بتاكل. سبقتك يا اخويا بالهنا والشفا. كل ايه يا اسطى مش عوايدك بتقفل بدري ليه؟ ايه يا بلبل زهقتني، عمال اطلبك بتكنس عليا ليه؟ انا جيت لك اهو يا عم، مالك قلقان ليه؟ البلد بلدنا يابا، في ايه؟ خلص. خد دي تخليك حاير، ودي تخليك طاير، ودي تخليك حاطط. انجز. هاخد الحاير. 120 سنتين. خلص. الدنيا نظامها اتشالب، كان زمان التاجر هو اللي بيستنى الزبون، دلوقتي الزبون بيستنى التاجر. اتفضل معانا. ديلر يا عمنا. ديلر. ليلتك كلها بتضحك. الف سلامه يا اخويا. مساء الخير يا استاذ سعيد. مساء الفل يا ابله ليلى. لسه فيك اللامع برضه يا ابله. والحق في الطعن على الحكم الصادر
ضده بكافة طرق الطعن المقررة في القانون. الشاي يا حبيبي. مالك يا صلاح؟ في حاجة يا أما؟ سرحان في ايه يا حبيبي؟ مش خلاص فقت وبقيت زي الفل؟ كل ما أقرأ قانون أو مذكرة ضميري بيأنبني، مش عارف أذاكر خالص. يا حبيبي ما هو ما فيش حد بيفكر زيك كده. يا اما تسيب الشرطة دي بقى. ليه بتقولي كده؟ يا حبيبي الشرطة دي محتاجة ناس قلبها ميت علشان ما يندحكش عليها. مش كل واحد يعيط دمعتين يبقى غلبان وطيب. طب ما احنا بتنزل عسل بس بتقرص. البت خدت سنة حبس، يعني خربت بيتها، موتت أبوها وحبستها، وهي في رقبتها كوم لحم. قطيعة يوم ما اشتغلت أمين شرطة كان يوم أسود. أو في ناس كبار بيشغلوها، بيشغلوا ولاد وبنات، عيال مش فاهمة ولا عارفة حاجة. وبيعرفوا إمتى؟ لما يتمسكوا ويتحبسوا، ساعتها ما بيشتغلوهاش تاني. خلاص لو تقدر تساعدها ساعدها، هيبقى لك الثواب. بقول لك إيه؟ قوم ريح نفسك بقى كده من المذاكرة ونام لك شوية. معاك حق، أنا عايز أرتاح. طب يا حبيبي تصبح على خير. أمال الرز فين؟ اهو جه اهو. الهنا والشفا. حطي لي شوربة. حاضر. بعد ما تاكلي يا سناء ليه الملايات بتاعت اوضه النوم واغسليها على طول. حاضر. ما تلغي المشوار دوت عشان انا تعبان النهارده. خليك انت وانا هروح. اي حد فينا يسيبك. والله يبقى احسن برضه لان انا تعبان وعندي صداع ومحتاج انام ساعتين. كنت بقول لك ايه يا ست هاني، ده بعد اذنك يعني امشي النهارده بدري واجي لك من صباحيه ربنا الم لك كل اللي انت عايزه تغسليه بدري بدري كده. مش هياخدوا في ايدك ساعه، اغسليهم وانزلي على طول. حاضر اللي تشوفيه. خالد انا خايفه قوي. في ايه بس؟ هو يمنعك عني بره الجامعه وجوه كمان؟ لما نشوف بعض جوه الجامعه ده امر طبيعي، انت زميلي، انما هنا احنا في الشارع. صفاء انا بقالي اسبوع ما شفتكيش. انت مش متخيل انا نزلت ازاي؟ ده انا عملت فيلم على ماما. لو صلاح اخويا شافني يا لهوي ده هيسود عيشتي. انا مش فاهم هو ليه مربي لك الرعب ده؟ هو احنا بنعمل حاجه غلط يا صفاء؟ اه طبعا بنعمل حاجه غلط. ازاي يعني؟ تقدر تقولي لو اي حد شافني وسالك انا اقرب لك ايه هتقول له ايه؟ هتبقي خطيبتي. هبقى مش كده؟ يا صفاء احنا في مكان عام وكل الناس يا شايفيننا. خالد انا بس اللي عارفه انك انت كويس، بس لو اي حد شايفنا اكيد هيقول غير كده. يبقى اروح اخطبك من صلاح. هيرفض. ليه؟ ما انا جميعي زيك ومفيش عيب. وبعدين؟ موضوع الشغل يعني هيتحل ان شاء الله. كمل وبعدين؟ هتصرف يا ستي في الشقه. يا خالد انت ليه مش عايز تفهم؟ انا من منطقه شعبيه، لو اي حد شافنا لا يمكن هيفهم اللي بينا. يعني واحده قاعده مع واحد في كافيتيريا ولا حتى في محل كشري، اكيد اي حد هيشوفها هيشك في اخلاقها. انت بتقولي الكلام ده على اساس ايه يا صفاء؟ على اساس ان انا يعني من الزمالك؟ طب ما انا برضو من حته شعبيه. لا على اساس انك انت تفهم وتبطل زن على دماغي علشان انزل اقابلك بره الجامعه. ماشي يا ستي، تحت امرك، مش عايزه اشوفك. هو يعني يا كده يا كده، ما تبطل بواخر بقى. تحبي نقوم نمشي؟ انت كمان هتزعل زي العيال. مش هعرف ازعل منك. طب بطل كلامك الحلو دوت بدل ما اقوم واسيبك وامشي. اهو كلامك بقى ده اللي مش حلو. بقول لك ايه يا خالد، انا همشي عشان انا جدتي مش خاصه. باي باي. هكلمك. صفاء استني يا صفاء، يا صفاء استني بس، استني الحساب لو سمحت. ما تخافيش. في ايه يا سعادة البيه؟ يا لهوي يا لهوي، في ايه يا سعادة البيه؟ انا مش بتاعت الحاجات دي. سعادة البيه انا حبستك أنا مش وهديك فلوس كتير. انا مش بتاعت الحاجات دي. سعادة البيه سعادة البيه انا عندي يا لهوي يا لهوي سعادة البيه، يا لهوي يا لهوي. في ايه يا سعادة البيه؟ يا لهوي يا لهوي، في
ايه سعادة البيه؟ انا مش بتاعت الحاجات دي سعادة البيه. انا مش عايزه بس فلوس كتير انا مش بتاعت الحاجات دي سعادة البيه. يا لهوي يا لهوي سعادة البيه، يا لهوي يا لهوي. يا وداد بنتي، يا وداد يا وداد يا وداد الحقيني. خير يا سناء في ايه؟ الحقيني يا اختي الحقيني، بيتي اتخرب بيتي اتخرب. طب وطي صوتك المنيله هيطردوني من العماره. تعالي قولي لي في ايه؟ الاستاذ ممدوح يا وداد، الاستاذ ممدوح ماله؟ موته يا وداد، موته. يا لهوي. نامي يا بنت نامي. ايه اللي حصل؟ ابدا يا اختي، انا رحت عشان انضف لسه بقلع هدومي، لقيته بيمد ايده عليا، قمت زقاه، قام واقع على دماغه يا اختي، ما حطش منطق. وجرى له ايه؟ ما اعرفش، وانا عشان كده جيت عشان نتصل بيه وتطمنيني، بس انا سايباه ما بينطقش. خرابي خرابي. طب تعالي بقى نتصل من الكشك اللي بره. تعالوا. التليفون يا اخويا. استر يا رب. اهو بيرن. الو. ايوه يا بيه. الست موجوده؟ لا مش موجودة، خرجت. طيب ممكن اكلم البت سناء؟ لا سناء مش هنا. انا مشيتها لانها بنت مش نظيفة بصراحة بقى. ويا ريت يا وداد لو تشوف لنا واحدة غيرها. هو في حد قال لك حاجة ولا ايه يا وداد؟ لا يا بيه لا يا بيه، الحمد لله. عموما خدت الشر وراحت خلاص. ده انا اشوف لك ستها ولا يهمك. مع السلامه يا بيه. يا بنتي طمنيني. الحمد لله كويس الحمد لله. بقول لك ايه، لو عايزه اليومين اللي انت اشتغلتيهم هجيبهم لك. انا مش عايزه حاجه خالص، الله الغني. انا الحمد لله خلاص ربنا سترها معايا. فوتك بعافيه بقى. عطيه مش ناسي حاجه يا راجل؟ زي ايه يا حبيبتي؟ فكر شويه. الله، انا مش بوستك ولا البوسه ما عجبكيش؟ ما عجبكيش نعيد. اي حاجه منك بتبقى حلوه بس فكر. الله، فكريني يا وليه، كنت ناسي حاجه. اولية دي يا اخويا، شايفني واقفه لك لابسه لك عبايه سودا ولا واقفه لك في طابور العيش؟ وهي اللي واقفه في طابور العيش مش بني ادمه برضه، بس انت بقى احلى من 30 واحده من اللي بيقفوا قدام طابور العيش. بتبقى واحد تاني وانت مش واخد الحبايه يا عطيه. هو ده اللي انت ناسيه. انا مش ناسيه، انا نفسي ابطلها. انا ساعديني يا حبيبتي. هو انت مش قلت لي ان ما فيهوش ادمان ولا حاجه؟ يا خراب، ده ابو الادمان يا اخويا. يعني هيجي اوحش من الحشيش ولا القتين اللي الناس عماله تشربه؟ بتنسيني ان انا متجوزه واحد قد ابويا وانت واخدها. دخلت في السلك الشائك. خلاص يا ستي هناخده. هات الشريط كله وانا بلبعهولك. خد يا حبيبي. مفيش منه للنسوان يا عطيه. اوب 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 اوب. ده انت بقى عايزه تقومي حرب اهليه ليليه. يابا مش كنت عملت لي توكيل عباد لك انا المعاش بدل الشحططه دي كل شهر؟ عشان تهف نص المعاش. طول عمرك شايفني بنت شمال وحراميه. يا ريتني بشوف عشان كنت اعرف اربيكي. طب اقفل على الحوار ده يابا. القهوه قربت. اهي قدامك ايه ليه؟ عايز اشرب شويه شاي. ما تشرب في البيت. عايز اتهوى واشرب كوبايه شاي. تعال. فين؟ ادي يا سردينه. ايوه. اعمل شويه شاي لابويا. حاضر. لما يخلص بروح على البيت. عيني. انا بنت تعويره. مين اللي بيقول تعويره؟
هو فين ابن الكلب ده؟ خلاص يابا. خلاص يا عم خميس اعصابك، هو انا غلطت ولا ايه؟ سيبك منه ده عيل عبيط. كده بقى يا بنت. خلاص بقى بيدك بقى، اتكل على الله ولمها، ده راجل كفيف. ماشي يا عم عشان راجل خفيف، بس انا ما غلطتش في الشريفه يعني. شريفه غصب عنك وعني. هو فين ابن الكلب؟ النعمه اخلط عشان ابوك. بنتي براقبة عنك كلهم، اوعى. انا اعرف اخد بنتي واللي هسمعها اقولها بعد كده تعويره هيكون اخر يوم في عمره. خلاص يابا هو يلا نروح بقى. هيحرمونا نروح على القهوه كمان. اوعي جايبالي الكلام يا بنت الكلب يا واطيه. ما خلاص بقى يابا الله. في ايه يا خميس؟ في الرايحه والجايه العيال عماله تقول لها يا تعويره يا تعويره. الحمد لله نعميت عشان ما اشوفش اللي بيحصل ده. ما هي بنت الكلب دي هي اللي غارزه راسنا في الطين ومخليانا لا عارفين نرد ولا نصد مع الناس. ما خلاص بقى ياما هي البانه الله. شايفه عمايلك يا واطيه؟ خلاص بقى يا خميس صلي على النبي بقى. يابا انا اشرب بنتي في الحاره وانت عارف. ابوس ايدك استني عليا لما اموت وبعدين تنيلي. اعملي اللي انت عايزه تعمليه بس سيبيني اعيش اليومين اللي فاضلين لي في الدنيا ماشي وانا رافع راسي. يعني اولع في نفسي يابا عشان تستريح. وطوا صوتكم بقى كفايانا فضايح. وانت ما تبقاش تخرج معاها تاني ادام ده بيجيب لك النكد. يلا نجري قطعي بقيه البطاطس كتكنيله. يا خبر ابيض. اتفضل اتفضل يا اسطى. يا رب يا ساتر. اتفضل. احنا جينا في وقت غير مناسب ولا ايه يا حاج؟ لا يا ابني البيت بيتك. يا ليلى ليلى. حط هذه البطاريه عندك. حاضر يا اسطى. تعبت نفسك يا اسطى، قطيعه تقطع البطاريات وسنينها. انت بتقولي ايه يا حاجه؟ دي اختي، ان ما كنتش اتعب عشانها اتعب عشان مين؟ ازيك يا اسطى سعيد؟ ازيك يا ابله ليلى؟ عرفتك البطاريه؟ لا دي شغلتنا يا ابله، اديني بس المفاتيح عشان الواد ينزل يركب البطاريه. الله يخليك يا اسطى سعيد، تعبناك والله. تعبك راحه يا ابله، ولا ركب البطاريه اللي ابله يلا بسرعه. اتفضل. اجيب لك حاجه تشربها ولا اجيب لك لقمه تاكلها؟ ربنا يخليك يا حاجه، والله بتفكريني بالمرحومه امي، ربنا يديكي طولة العمر. من بعدها عمري ما اكلت لقمه حلوه. بقول لك ايه، عندنا شويه كفته رز يستاهلوا بقك. ربنا يجعله عامر يا حاجه، ان كان ولا بد يعني شويه شاي سكر خفيف. خليك انت يا ليلى، انا هعمل الشاي. العربيه تعبانه قوي يا ابله ليلى. ان وانت بس انك تغيريها وانا اجيب لك عربيه صاحيه وهتدفعي واحده واحده. لما افكر هبقى اقول لك. انت بنت حلال يا ابله ليلى وتستاهلي كل خير. الله يخليك. انما انت ليه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي يا ابله ليلى؟ نصيب يا استاذ سعيد، كل شيء نصيب. لا ده انت زي الفل وما فيكيش عيب، لازم تتجوزي. قول لها يا اسطى دي ياما رفضت عرسان زي الفل. لا معلش يا حاجه ما تغصبيش عليها، الا الجواز لازم تبقى مقتنعه طبعا. وبعدين يا ابله ليلى اوعي تقولي يعني انك كبرت وبرت وعنستي، لا ده انت زي الفل، ده انت في عزك في عزك. اه والله العظيم يا ابله ليلى انت متزنه وعاقله ورزينه غير بنات اليومين دول يا حاجه اللي كلهم روشانه. ان شاء الله ربنا هيرزقك بابن الحلال. ربنا يسمع منك. طب اقوم انا بقى دوشت لكم بالاذن. كمل الشاي يا اسطى، احنا عندنا بنات لسه عايزين يتجوزوا. شفتي ودمها خفيف كمان. بالاذن يا حاج. مع السلامه يا اخوي. السلام عليكم. اتفضل. ناقصها ايه دي بس يا رب، ناقصها ايه؟ ان شاء الله ربنا يكرمك يا ابله ليلى.
ام صباح دي كل يوم ترجع الحته شايله الكيس ده في السعادي. يا ترى الكيس ده فيه ايه ده يا بيتا؟ في فين؟ يا عم رخز يا عم في الدماغ، لفنا صغنطين خير لف. لا حشيش بيحوق ولا برشام. طب ايه؟ نطلع سلمة؟ سلمتين تلاتة، هيحصل لنا ايه يعني؟ اوديكي فين يا صحة؟ مين؟ أنا يا بت. خضتيني ياما، بتعملي ايه تحت السرير؟ بوضب الكركبة دي اللي تحت السرير. كركبة؟ طب نامي ياما، الصباح رباح. ما أنا هنام. يوه نسيت أفوت على خالتك سعدية اديها العلاج، حبيبتي يا أختي. لا ياما ما تقلقيش، أنا فوت على خالتي اديتها البرشامة. بجد جدع يا بنت، فيك الخير. أعمل ايه؟ ما هو انت أصلك ما بقيتيش مركزة غير في الزبالة اللي بتلميها كل يوم من الشوارع. زبالة ايه؟ انت هتمثلي ياما؟ لو انت مفكرة ان انا مش اخدة بالي ان انت كل يوم بتدوري تلمي لي زبالة القطن من الشوارع وتيجي تتفسيها لي هنا تحت السرير؟ بس ورحمة ابويا ياما، ورحمة ابويا، ما انا نايمة على المراتب دي لما تتعمل. وطي صوتك. لا ياما، ما هو تكوني مفكرة ان انا نايمة على وداني. أجيب لك منين حق القطن عشان أسطرك وألمك؟ ايه ألمك دي ياما؟ الهنا مبعترة؟ مش مبعترة، قاعدة تحت الأرض. كل يوم والتاني ظبطك بتتودودي انت والاسم النبي حارسه. فيها ايه ياما؟ مش خطيبي؟ وانا موافقه، يستحمل بمصروفنا. ادي الزباله اللي بلبها لك. ادي الزباله. خلاص ياما بقى. ادي الزباله اهي. خلاص ياما والنبي. اهي. خلاص ياما. طيب وحسك عينك، حسك عينك اشوفك تاني مره معايا على السلم ولا في الحاره، ورحمه امي لا اقطع خبرك انت وهو. يما كل البنات بتجيب قطن نضيف، مسمعناش يعني عن حد لم القطن من الشوارع عشان يعمل بيه مرتبة ولا مخدة. أنا عارفة يما إن ظروفنا وحشة، بس أعمل إيه؟ نفسي يما أنام على قطن ريحته حلوة، مش ريحته قطط ولا كلاب. وبعدين يعني هو أنت فاكرة إن أنا مبسوطة قوي مش احتطك كل يوم في الشوارع وقعدتك في الأرض وأنت بتلمي لي القطن من الزبالة؟ صفاء 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 في ايه يا صلاح؟ صفاء فين يا أم؟ نايمه معايا جوه. ليه يا ابني؟ نايمة إيه؟ ده لسه شايفها بتبص من الشباك. يا ابني يا حبيبي نايمه معايا جوه اهي، تعالى شوف. احنا مش هنخلص من اللي في دماغك ده بقى. مساء الخير يا أم. مساء الخير. بقول لك ايه، في اكل عندك في المطبخ لو عايز تاكل. لا أنا أكلت سندوتشين كبدة بره. تصبح على خير. طب يا اخويا ربنا يقويك. شايفه عمايل ابنك؟ انا مش فاهمه بيشك فيا ليه، هو انا بعمل ايه اصلا؟ معلش، مين اللي بيشوفه في الشغل؟ استحمليه. استحمله؟ ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه ومع اصحابي. في ايه؟ هو انا عيله عندي 10 سنين؟
يا بنت ده كل يوم والتاني يجي يحكي لي على بلاوي بيشوفها في الاسم وكلهم يطلعوا بنات جامعه. ما هو يا واثق فيا يا مش واثق، واذا ما كانش واثق المفروض بقى ما تعلمونيش وقعدوني في البيت. يا بنت اسكتي اسكتي وطي صوتك شويه. ما هو خوفك ده ياما اللي مودينا في 60 داهيه. انت عايزه ايه؟ عايزاني يعني املك اضربهولك قلمين عشان ترتاحي؟ اتهدي واسكتي بقى. لا اضرب انا قلمين على وشي. تصبحي على خير. دي من اهله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صباح الخير. صباح النور. بص يا ست سامي، ال 40 بتاع ابويا خلاص خلص وخدنا فيه الواجب وزياده. الله يرحمه. وارحمنا جميعا. الناس بقى بدأت تلخبط وتلوك في الكلام، وانت صغيرة والناس لسانها طويل. قطع لساني اللي يجيب سيرتي بكلمة. ما حدش هيقول في وشك حاجة، واحنا ليه يا ست؟ ما نلمها. قصدك ايه يا اخوي؟ قصدي ان انت تلم هدومك انت وابنك وتروحي بيت اهلك. مصاريفك انت وابنك اللي هو اخويا الصغير هتوصلك لحد عندك. بتمشيني من بيت جوزي يا سعيد؟ الله، اما نلمش احنا؟ اما امرك عجيب. بقول لك الواد ابني كبر وشنبه بقى في وشه. افهمك ازاي؟ يا ست انا بحافظ عليكي وعلى شرف ابويا الله يرحمه في تربيته. بعدين يعني انت هتمشي وتسيبه ورثك؟ ببيع كل حاجه قبل ما يموت. واحنا اللي هنقوله هنعيده ولا كل شويه اطلع لكم العقود؟ لا يا اخويا ما تطلعش حاجة، ما دام ما احترمتش عظم التربة. اعمل اللي انت عايزه، واحنا لينا رب يسترها في الدنيا والاخرة معانا. تمام، حديث صحيح. خدي وقتك ولم حاجتك وخلي بالك من نفسك. اي حاجه تعوزيها انت او ابنك اللي هو اخويا الصغير من العين دي قبل العين دي، الدم عمره ما يبقى ميه. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم عليك يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيده هنا مدرسه محمد، ومن جلس معي في حضره المصطفى فليصلي عليه ويسلم تسليما كثيرا. عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على حضره النبي. اذكر الله لا اله الا الله من قلبك يا سيدي. خمس كتبت على ساق العبد لا راحه في الدنيا ولا حيله في الرزق ولا شفاعه في الجنه ولا يو عبد الله، قوم يا عبد الله، ايه اللي منيمك كده؟ قوم الا تتهوى. صبوحه صباح الخير. صباح النور. ايه اللي منيمك كده؟ بوت صوتك يا بنت الام تسمع. امك تسمع؟ ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش، امي طردتني من البيت. تقوم تنام كده؟ وانا انام فين يعني؟ اروح انام في فندق؟ او نمت وخلاص. ايه اللي معاك ده يا بت؟ ده اكل هاكل بيه الفراخ. فراخ ايه؟ انا اولى من الفراخ. هات انا ميت من الجوع. يا واد ده اكل بايت. بايت بقول لك بايت من الجوع. وانت بقى ايه اللي خلى امك تطردك؟ تلاقيك عامل لك عامله سودا. ولا سودا ولا بيضه. خدت شويه لمض من الشغل قلت ابيعهم وربنا سترها. اللمض دي اللي انا لقيتها في الكرتونه. وانا اقول ايه كل اللمض دي؟ اقول له بقى ان انت شلت الكرتونه وحطيت اكل الفراخ، كان زمانك دلوقتي بزنين في ابو زعبل. يا لهوي ليه؟ انا خدت الكرتونه باكل الفراخ وكنت مظبط مع واحد كهربائي عشان ابيعهم. واحد فقعني مهموس جم قبضوا عليا. يا لهوي. امال ايه؟ بس في الاخر لقوا اكل حمضان. لعلمك بقى ده الواد نبيل. لا ده واد تاني خالص. نبيل ده راجل. مين اللي بره؟ رد عليها. انا يا خالتي صباح بحط اكل للفراخ. عاوزه حاجه؟ يا بنت تعالي عايزاكي. حاضر جايه اهو. ما تقولهاش ان انا نايم بره. ماشي. عشتيني يا بت. انت اكتر. طب بقول لك ايه؟ مفيش قطه كده ولا حاجه؟ ما تلم نفسك. قطه صغيره بس يا بت. اوعى. حلاوته. صباح الخير يا خالتي. يسعد صباحك يا اختي. تعالى كش. خير. عايزاكي. الواد عبد الله نايم بره؟ لا مش بره.
انت بقالك ساعه قاعده تتوشوشي تتكلمي معاه. ما تستهبليش عليا يا روح امك. ما هو اصل يا خالتي. ولا اصل بقى ولا فصل، ما بحبش الكدابين. خدي. خدي يا اختي 5 جنيه اهي، انزلي اشتري له فطار، حته جبنه رومي على حته جبنه بيضه شويه فول، اللي يفطر حار ونار في جدته. قال لك على المصيبه اللي عملها؟ قال لي يا خالتي. طب اسمعي بقى، انت هتبقي مراته والمرة ضمير جوزها. اذا قبلتي يدخل جوفك ولا بيتك قرش حرام هتعيشي طول عمرك ندمانه وصدمانه. انا بقول لك اهو، لازم يعرف ان هو عمل عمله سودة محدش هيسامحه ولا يقبلها منه ابدا. فهماني؟ ايوه فهماك يا خالتي. يلا يا اختي يلا انزلي جيبي له الفطار وما تقوليلوش ان انا اللي اديتك الفلوس. ها؟ ماشي يا خالتي. واسمعي بقى، تكدبيش عليا تاني يا روح امك. انا بقولها لك كلمه هيحطيها حلقه في ودنك. ها؟ ده انا اللي مربيه امك ومربياك. ماشي يا خالتي. حاجه كقطم رقبتك. وانت يا بنت ال5 جنيه دي على فكره يا بنت اكلك اتحسن مسكت. سيبك بقى من موضوع الضمير بتاع امي ده، دي بقى قطه يا بنت. يا لهوي. ايه يا بنت في ايه؟ مفيش حاجه يا خالتي، ده الديك بتاعك عضني. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا ست صفيه؟ الحمد لله. لكان تركعها وانت واكل حق الغلابه. ايوه يا دكتور. دريت يا سيدي بالمصيبه اللي حصلت؟ الاخضر دخل جدول اول. عرفت؟ اعوذ بالله. هو انت يا اخي مفيش حاجه تستخبى عليك ابدا. طب اقول لك ايه، طالب منك خدمه. نزل لي كام واد كده من العيال بتوع الارياف يعسوا هناك، يجيبوا لنا المتوفر قبل ما يوصلهم النشره. واللي يجي لك بس هاتهولي، مالكش دعوه، انا فلوسي حاضره. مع السلامه يا دكتور، ماليش بركه الا انت. سلام يا حبيبي. شكرا يا شوقي. الو. ايوه يا شوقي، وحشتني قوي يا ولا. ايوه يا عم، ازيك عامله ايه؟ وحشتيني قوي، وحشتيني. انت ما بتتكلمش ليه؟ لا يا عم غصب عني يا عم، معلش. قولي لي عامله ايه، واختي عامله ايه، وابويا عامل ايه؟ ده انا بحاول احنن قلب ابوك عليك عشان يرجعك. انا نازل يا زينب، عايزه حاجه؟ عايز سلامتك يا اخويا بالسلامه. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. تلاقي حد من اصحاب شوقي سمع صوتي خاف يرد. ولا يمكن يا اخويا يكون شوقي هو بنفسه وخاف يرد عليك. خلاص، وبرد انت على التليفونات ما دام صوتي بقى يخوف. يا اخويا اذا كان عمل اي حاجه كده ولا كده سامحه عشان خاطري. بصراحه بقى البيت بقى وحش قوي من غيره، البيت ساكت على طول. هو كلمك في حاجه؟ لا، ده كل فين وفين لما يفتكر ويكلمني. لما يفتكر؟ استغفر الله العظيم يا رب.
انا مش عارف الواد ده طالع كده لمين. يلا ربنا يهديه. يا رب ادعي له يا اخويا. بدعي له يا اختي، ربنا يهديه ويهدينا جميعا. يا رب. انا نازل. مع السلامه يا اخويا. بالسلامه. مصلحة عزم. يا عم انت بتقول ايه؟ انا ما صدقت ربنا سترها في موضوع اللومف ده. وطي صوتك يا عم، قلب صوتك ليه؟ انساني يا عم المشوار المرة دي نضيف. نضيف ازاي؟ ما هو لو نضيف احنا بنوطي صوتنا ليه؟ في 20 باكو، يعني هنجيب التاكسي اللي بتحلم بيه. مصلحة سهلة. عمك مصلحي عايز يعلى بدورين ومعهوش رخصة، عايز حد بس يأمنه لحد ما يبني، وهو عارف الحقيقة هيرفع قضية وهتتحل بالفلوس وهيدفع. طب والمطلوب ايه؟ هتتزرع قدام البيت لحد ما عمك مصلحي يشاور رملته وطوبه واسمنت. خلاص الشيشة؟ خلاص يا ابني. لو حد عدى من الحي هيلاقيك قاعد هيمشي، بس انت بقى عليك تفهمهم ما يشونوش، مواعيد المرور، يقفلوا الباب عليهم، يشتغلوا بالليل. طب وانا بقى هقعد قدام البيت ده بصفتي ايه؟ هات لك شيشه واقعد شوف لك اي حد صاحبك من السكان لغيه في اي حوار. ده هم اسبوع يعلى بالدورين ونقفش. لو رئيس الحي عدى؟ لو الحي هد الدورين هد معاهم، يلا. هد معاهم صح. كده بقى يبقى مصلحه نظيفه. انت بقى هتعمل ايه في المصلحه النظيفه دي؟ انا من جوه بقى بمنع المرور. ما تصحى يا عمنا. يا عم خلينا نايم، احنا شغالين في النظيف. لا تنظروا الي هكذا، اني خائف. لست انا الذي سحقت الخصيه في اطفالكم جعلتهم خصيانا. لست انا الذي نبشت سوري يا جماعه، الكلام ده بقى تقيل عليا قوي. اسفين. هات لي قهوه. لا التغيير بيتعبني. ايه اللي جرالك؟ شايفك النهارده كده مش مظبوطه. عندي احساس غريب، حاسه اني محكوم عليا بقضي فتره حبس. ايه احساس المساجين ده؟ بقالي 20 سنه بحضر ندوات وبقرا جيفارا ولينين، زهقت. عادي جدا، كلنا بقينا كده. كلكم مين؟ انت بتريحني وخلاص. امال احنا بنيجي كل يوم جمعه هنا وبنتقابل ليه؟ بتتقابلوا يا اخويا عشان تفتكروا ذكرياتكم، واول ما بتمشوا من هنا كل واحد بيشوف حياته، محدش يتمسك بحاجه. يا سلام، مش بقولك انت النهارده مش على بعضك؟ ما تشيلش في دماغك، انا ماشيه. ده موقف بقى. ولا موقف ولا حاجه، دي شحنه وطلعت عليك. هروح فين يعني؟ هتلاقيني متلقحه هنا الجمعه الجايه. بقول لك ايه، انا همشي من غير ما حد يحس. سلام. ماشي. طب يابا انا هوصل لغايه واحد صاحبي وارد تاني. ايه؟ ما انتش طايق تقعد معايا حبتين؟ خلاص؟ ايدك بتاكلك على النت؟ انا مش قلت لك عايزك انا. طب هو انا قاعد معاك بقالي ساعه ما قلناش كلمه واحده. طب ما احنا هنقول اهو. بص يا كريم، البيت اللي ما فيهوش مرة يعاشر فيه العنكبوت ياكله. ابويا قال لي كده. مش فاهم يابا. لا فاهم، فاهم وبتستعبط. عايزنا نتجوز. يابا انا ما بفكرش في الجواز. حد قال لك فكر؟ ما ان شاء الله ما فكرت، بس انا بفكر بقى. هاي هتتجوز عم بركه. ايه ولا بتضحك على ايه؟ ايه شاكك فيا ولا ايه؟ لا يابا انت تمام زي الفل. انا بكبر يا كريم، والموت احنا اكتر ناس بنحس في شغلنا. الموت ما بيخليش، ما فيش حد هيقعد. يابا ربنا يخليك ليا.
انت عارف يعني انا ماليش غيرك في الدنيا دي. بس انا بقى ناوي اجيب لك غيري. اجيب لك اخ صغير كده تاخد بالك منه، انا لسه بصحتها لو اقدر برضك. طبعا عارف يابا، خلاص اتجوز. لا شيء، وانت تقدر ترفض؟ يالا ايه خلاص الدنيا اتشال بحالها ولا ايه؟ خلاص عم مبارك هيتجوز على البركه. مبارك ايوه، اتريق على ابوك يالا يابا والله ما اقصد. بص بقى ايه، انا ناوي اعمل ايه؟ هجيب حته بنت من البلد لا ليها في الطور ولا في الطحين، اي يعني تغسل لنا غياراتنا بدل ما هي مقيحه على جتتنا كده، وتعمل لنا لقمه حلوه بدل الكشري اللي هرى بطننا. خلاص يا عم مبارك اللي يريحك. لا من ناحيه تريحني هو هيريحني بصراحه. انا كبرت يالا خلاص. كبرت مين يا ابو كريم؟ ده لو والله اعمل لك فرح تحلف بيه الحاره كلها. النبي ايه؟ في ايه يا ولاد؟ خلاص يا بدل ما اغز المطوه في بطني. لا